المحلي. طيب السمك المحلي بقى واللي عليه الطلب الاكبر من معظم الناس، ازاي الدوله تحافظ على اسعاره وتخليها مستقره؟ الحقيقه الموضوع ده فيه مدرستين. اول مدرسه وهي الدول الاشتراكيه التوجه زي الصين بالنسبه للسياسه الداخليه بتاعتها، واللي بتجمع بيانات دقيقه عن حجم الطلب والعرض في الاسواق بتاعتها، وتبدا ان هي تحط حد اعلى وحد ادنى للسعر يضمن للتاجر بتاعها هامش ربح معين على السلعه بتاعته، وفي نفس الوقت ما تبقاش العمليه عايمه والتجار يكون ليهم الايد العليا ان هم يعلوا السعر ويستغلوه في اي وقت من الاوقات. والكلام ده نقدر نقول ان هو بيحصل في معظم الاسواق مش في سوق السمك بس، ولكن في حالتنا هنا احنا بنتكلم على اسواق السمك في الصين. اما المدرسه الثانيه وهي المدرسه الراسماليه، ودي الدوله برضو بتكون عارفه فيها بيانات الاسواق بتاعتها وبتكون عارفه اوقات الذروه زي مثلا موسم شم النسيم عندنا في مصر، وبتبدا ان هي تضخ كميات معروض زياده من الاسماك في وقت اوقات الذروه دي. وفي كلا المدرستين الدوله بتكون هي المؤثر والعامل الاقوى في ضبط السوق وحجم العرض والطلب وبالتالي اسعار السلع. طيب يا عم طلعت، جميل الكلام ده، احنا بقى عايزين نعرف التجار هم السبب ولا في ازمه فعليه في سوق السمك؟ في الحقيقه وعشان نكون